عاملين ايه وايه الاخبار؟ انا عامل الفيديو ده عشان اتكلم عن الفروق ما بين برامج الكمبيوتر اللي بنصمم بيها. في ناس كتير قوي عندها مشاكل في الموضوع ده ومش عارفة تستخدم برنامج ايه لايه. كل البرامج بصفة مبدئية بتعمل كل حاجة. يعني الاوتوكاد بيعمل رسومات ثنائية ابعاد وبيعمل رسومات ثلاثية الابعاد، ولكنه متخصص في حاجة معينة فيهم. 3 دي ماكس نفس القصة. فوتوشوب ممكن ارسم بالفوتوشوب ولكنه متخصص في حاجات معينه. سكتش اب نفس القصه، وهكذا في باقي البرامج. فهتكلم في الفيديو ده عن الفروق ما بين البرامج وبعضها، وافضل استخدام لكل برنامج فيهم عشان ما يحصلش لخبطه او اختلاف عند الناس. انا هستخدم برنامج ايه وانا بعمل ديزاين، وانهي الافضل، وايه اللي تديني احسن جوده او احسن حاجه ممكنه. ولكن خلونا في البدايه نقول ان اي برنامج في البرامج اللي انا هتكلم عليها بتعمل كل حاجه، ولكن احنا بنشوف اكتر برنامج فيهم يكون مرن من اغلب النواحي. يعني ممكن انا امسك برنامج لرسومات ثلاثيه الابعاد وبرنامج تاني لرسومات ثلاثيه الابعاد، هنلاقي ان في واحد فيهم بيطلع جوده احسن من التاني، بس في واحد فيهم اسرع من التاني، وهكذا. فالبرامج اللي احنا هنتكلم عليها او اللي هنشير اليها ونقول ان البرنامج ده هو الافضل في الرسم مثلا ثلاثي الابعاد، او البرنامج ده هو الافضل في التعديل على الصور، او البرنامج ده هو الافضل في الرسم ثنائي الابعاد، الافضل دي لا تعني ان هو الافضل في كل شيء مطلقه، ولكن بيبقى في قصور شويه في البرنامج. لكن اغلب التولز او اغلب الادوات بتاعت البرنامج او اغلب المقومات بتاعت البرنامج بتديني الكفاءه اللي انا ممكن اكون محتاجها عشان اطلع شغل كويس. ولكن ده لا يعني ان في برنامج افضل من التاني بشكل مطلق. طيب بصوا على برنامج الريفت مثلا. برنامج الريفت هو برنامج معماري اكتر ما هو برنامج تصميم داخلي. يمكن باين قوي ان هو شكله هندسي حتى. البلوكس بتاعته كتصميم داخلي تقليدية جدا جدا جدا. قد يكون برنامج الريفت كويس جدا في استخراج المقاسات اللي بالتالي بنقدر نجيب منها الحصر او حصر الكميات. سهل في استخراج المواصفات والكلام ده كله، لكنه كتصميم داخلي فهو برنامج مش مرن خالص. عندنا بقى برنامج الستريتور. برنامج نقدر نقول عليه ان هو برنامج رسم. رسم ثلاثي ابعاد. بيميل اكتر لحته كرييت الاشكال، ونقدر نطلق عليه ان هو برنامج حلو قوي في حته الموديلنج، ان انت تعمل الكتله بيه او تصنع انت الكتله بيه. ولكن مش هتلاقيه مايل اكتر للحته بتاعت انك يكون عندك بلوك جاهز تقدر تدخله او تقدر تستفيد من حاجات جاهزه قوي، قد ما هو انت بيبقى عندك الاوبجكت وتبدا تعدل اصلا او تشتغل عليه نفسه. هتلاقي عندك بقى برنامج السكتش اب. برنامج مرن جدا وسهل جدا في الاستخدام، ولكنه زي ما احنا شايفين واضح ان هو شكله فقير جدا. التولز بتاعته او الادوات فقيرة شوية. ينفع نطلع منه شغل احترافي ينفع، ولكن بيحتاج بقى شوية مجهود وشوية حاجات اسمها بلاجنز بتضاف، ونعمل ريندر على حاجة تانية غيره زي برنامج، او ندخل بلاجن في في عشان نعمل ريندر، وده بيحصل في ال 3 دي ماكس. ولكن الفرق ان ده فقير قوي بالنسبة لل 3 دي ماكس. طيب نيجي البرنامج بقى الاوتوكاد، وهو برنامج متخصص في الرسم ثنائي الابعاد. طيب هل هو بيرسم ثلاثي ابعاد؟ كل البرامج اللي احنا قلنا عليها ممكن ترسم 2 دي و 3 دي زي ما اتفقنا قبل كده، ولكن احنا بنتكلم على التخصص. هو متخصص في الرسم ثنائي الابعاد اكتر. بيوفر لي ايه؟ بيوفر لي السرعه والدقه. البرنامج كرسم او كاستخدام سريع جدا وبسيط، اللي طبعا اللي بيتعلمه هيلاقيه بسيط جدا. وفي نفس الوقت هو بيوفر لي الدقة او جودة ان الخطوط ما فيهاش تقاطعات او تداخلات او الكلام ده. بيديني رسم دقيق جدا، نقدر نعمل منه رسومات هندسية كويسة جدا. طيب نخش على البرنامج بقى اللي بعده، اللي هو برنامج 3 دي ماكس. 3 دي ماكس البرنامج اللي متخصص في الشغل الثلاثي الابعاد. اكبر مميزات 3 دي ماكس هو المرونه في انك تطلع حاجه زي ما انت شايف كده بكواليتي قد تبدو واقعيه جدا وبسهوله نسبيا عن البرامج التانية. ولكن عيب برنامج ال 3 دي ماكس الخطير ان هو مشاكله كتير، والبرنامج احترافي قوي زياده عن اللزوم. بيوفر لي حته الموديلنج اللي احنا شفناها في الالستريتور، وانك تعمل انت الكتله وتشكلها او تشغل انت الكتله. وفي نفس الوقت بيوفر لك حته بلوكس او الحاجات الثوابت. بيوفر لك انك تدخل البلجنز. كل الحاجات دي موجوده فيه. عيبه الوحيد زي ما اتفقنا ان هو مشاكله كتير، يعني مشاكل برنامج 3 ماكس لان طبعا زي ما احنا شايفين هو البرنامج واضح ان هو برنامج ضخم او برنامج كبير شويه.
طيب لو دخلنا بقى عند الحته بتاعه الفوتوشوب في ناس بتستخدمه كرسم زي ما احنا شايفين كده، ان هو يكريت بيها الرسمه او يجيب صوره ويركبها او الكلام ده، وده كويس جدا، ولكن هو مش متخصص قوي للحته بتاعه الرسم دي، وبيحتاج شويه مجهود وما بتطلعش الحاجه بالكواليتي زي انك تكون عامل لها كرييت اصلا على برنامج ثلاثي ابعاد. بس بيفيد جدا في حته انك ممكن تنسى اوبجكت او حاجه، فممكن يبقى سهل عليك انك تكريت الاوبجكت ده. نسينا سجاده مثلا زي ما احنا شايفين دلوقتي، ممكن تكريت الاوبجكت ده بدل ما انت تدخل الشغل تاني او تعيد شغل كامل على برنامج 3 دي ماكس وتفتح الفايل وتعمل ريندرنج وتاخد وقت طويل. ودي من عيوب على فكره برنامج 3 دي ماكس. الفوتوشوب بيعالج سنه الحته دي. لو نسينا اوبجكت او عايزين نكريت حاجه بسيطه، عايزين نكريت تابلو، برواز، صوره، الكلام ده كله بيكون سهل عليه. ولكن تخصص اصلا برنامج الفوتوشوب هو التعديل على الصور وظبط بقى الاضاءات زي ما احنا شايفين كده، الوهج الضوئي، التأثيرات اللي بتبقى موجودة. ان انت ممكن تحول الكتلة زي اللي احنا شايفينها قدامنا بسيطة كده لشكل احترافي قوي او منظر احترافي بالمنظر اللي احنا شايفينه. معالجة الالوان ده اللي الفوتوشوب متخصص فيه اكتر. ظهور الظل والنور، الكلام ده كله الفوتوشوب بيكون كويس جدا فيه. طيب ممكن نشوف طريقة كريات السين او المشهد برضو على الفوتوشوب، عشان انا حابب ان انتوا تتعرفوا على طبيعة البرنامج نفسه، ان احنا ممكن نعمل بيه ايه. اللي بيشتغل فوتوشوب وهو ديزاينر بيفرق عن اللي بيشتغل فوتوشوب كواحد شغال فوتوشوب بس. الديزاينر فاهم خصائص مثلا طبيعة الضوء، يعني زي ما احنا شايفين هنا احنا عملنا اللون الابيض وبعد كده ادينا له لون اصفر، بعد كده عملنا له الجلو اللي حواليه ده. فده فرق الديزاينر عن اللي شغال مثلا فوتوشوب وخلاص، او هو مش فاهم اصلا طبيعة او خصائص الضوء، خصائص التصميم، النسب، الكلام ده كله. طيب في النهايه خلينا نقول ان كل برنامج زي ما احنا قلنا قبل كده متخصص في حاجه. عندنا برنامج الريفت مثلا متخصص معماريا اكتر، بالترتيب نفس الترتيب اللي احنا اتكلمنا فيه او عرضنا فيه الفيديو. ريفت متخصص معماريا اكتر، او شغل كتل معماريه نطلع منها المقاسات بسهوله او بكلام من ده. ولكن ممكن ندمج 3 دي مع 2 دي او مع ثنائي ابعاد، وده بيفيدنا فيه الريفت جدا. عندنا بقى سكتش اب، هو برنامج زي ما قلنا قبل كده هو فقير شويه او ضعيف شويه. بنقدر نطلع منه كواليتي وجوده وكل حاجه، ولكن بيحتاج مجهود كبير عشان اقدر اوصل للكواليتي او الجوده دي. بيميزوا بقى سهولته جدا في الاستخدام كثنائي ابعاد او كثلاثي ابعاد، لكنه متخصص ثلاثي ابعاد اكتر. عندنا برنامج الاستريتور متخصص في كريات الكتل نفسها او رسم الكتله نفسها والتعديل عليها. عندنا برنامج الاوتوكاد متخصص في الرسم ثنائي الابعاد، وهو كويس جدا واحترافي في الرسم الخطوط الهندسيه. عندنا برنامج ال 3 دي ماكس متخصص جدا 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 في الكتل او التصميمات ثلاثيه الابعاد، وخصوصا التصميم الداخلي. وينفع طبعا كل ما زي ما اتفقنا كل البرامج تشتغل لحاجات تانية زي ال 3 دي ماكس. ممكن اشتغله معماري على فكره، بس هو متخصص تصميم داخلي، وخصوصا ال 3 دي ماكس ديزاين متخصص تصميم داخلي. بيديني او بيوفر لي فكره ان انا العب بالكتل، او ان انا اضيف بلوكس او اضيف حاجات جاهزه. الحاجات دي كلها بتكون مرنه جدا في 3 دي ماكس، وبتطلع كواليتي هايل يقارب او يحاكي الواقعيه جدا. بيقبل ان انا اضيف له حاجات زي البلاجنز زي الفيري، الكلام ده كله ينفع ان هو يتضاف له. واخيرا برنامج الفوتوشوب وهو متخصص في تعديل الصور، ينفع زي ما اتفقنا ان احنا نكريت بيه رسمه او نكريت بيه شغل او الكلام ده كله. واللي فاهم ديزاين وفاهم منظور هيقدر يفهم اكتر ان هو يقدر الفوتوشوب يعمل حاجات بيستغنى فيها كمان عن ان هو يتعرض في حاجات بسيطه لبرنامج 3 دي ماكس. لان في حاجات ممكن تكون بسيطه جدا على برنامج وعلى برنامج تاني تكون صعبه، في حين ان الحاجات دي ما تكونش اصلا هتاخد معاك وقت في الطبيعي. فهو متخصص اكتر زي ما قلنا في التعديل على الصور والاضاءه والالوان والظلال والكلام ده كله.